السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو حلو جدا وكمان سهل جدا. سبق وقبل كده عملنا مع بعض الدونتس المخبوزة في الفرن بطريقة سهلة وبمقادير مظبوطة، والحمد لله الناس اللي جربتها عجبتها جدا وكمان طلعت معاها مظبوطة من اول مرة. فالطريقة بتاعة الدونتس دي هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف عشان ترجعوا لها في اي وقت لو حابين. النهارده بقى هناخد الدونتس اللي احنا زيناها وظبطناها كده الفيديو اللي فات، وهنعمل بيها احلى بوكيه ورد ممكن نقدمه لحبايبنا. يلا بينا نتابع الفيديو، ما تنسوش اللايك، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. بعد ما سويناها وسبناها لحد ما تبرد تماما، ببتدي اجيب الصوصات. جبت صوص نوتيلا وزبدة لوتس، وبدأت ان انا احطها فيها كده بالشكل ده وبركنها على جنب علشان ابتدي ازينها. ببتدي بعد كده ازينها تزيين بسيط علشان احنا لسه هنحطها في البوكيه. فاللي هي بزبدة اللوتس حطيت عليها تكسير كده من بسكوت اللوتس، والنوتيلا حطيت شوية بالشوكولاتة وشوية عليها مكسرات. اهم حاجة بعد الخطوة دي بسيبها لحد ما تمسك تماما، يعني ما ينفعش ان انا استخدمها في البوكيه وهي لسه سايحة، فلازم تكون مسكت معايا. ممكن كمان ادخلها التلاجة لحد بس ما الصوص يمسك، وبعد كده ابتدي ان انا اشتغل في البوكيه لو انا يعني مستعجلة. لو مش مستعجلة وعادي عندي وقت فممكن ابيتها لتاني يوم عادي، مفيش اي مشكلة. زي ما هي كده بنسيبها كام ساعة لحد ما تمسك، او تاني يوم مفيش اي مشكلة. ببتدي بعد كده اجيب الورق اللي انا هعمل بيه البوكيه وابتدي ان انا اجهزه. جبت الورق ده من اي مكتبة كبيرة بتلاقي فيه قسم للتغليف. هتلاقي بقى فيه اشكال كتيرة جدا، بتختاري بقى الاشكال اللي عجبتك. دي الاشكال اللي عجبتني. جبت كده مجموعة يعني باشكال والوان مختلفة. هبتدي اختار بقى لونين علشان اعمل بيهم البوكيه بتاع الدونتس. اخترت اللونين دول. هبتدي بقى اجيب الدوناتس بتاعتي طبعا بعد ما مسكت زي ما قلت لكم، وبجيب بقى اي كرتونة يعني عارفين تبقى حاجة بس جامدة. بشيل الاطراف كده بالمقص بالشكل ده، وبفرد الورق التغليف بتاعي وبحطها عليها كده بالشكل ده. ببتدي بعد كده احط الدوناتس في عيدان الشيش تاووك، وببتدي ارصها. واول ما ابتدي ان انا خلاص راضية عن الشكل بتاعي او الدوناتس بتاعتي مظبوطة، ببتدي اثبت بقى تثبيت يكون قوي جدا علشان اتاكد ان الدوناتس بتاعتي تكون ثابته وما تتحركش في البوكيه. ممكن بقى نثبتها بمسدس الشمع، ممكن نثبتها بالدبل فيس، المهم ان انا اتاكد ان انا مثبتها كويس جدا. جبت بعد كده بقى وردتين كده بالشكل ده وفرعين من الورود علشان اكسر بس يعني موضوع الدونات. طبعا لو حابين يكون في مثلا شوكولاته ممكن ندخل مثلا اي حاجه تانية. المهم ان احنا يعني التزيين ده بقى يرجع لنا، يعني كل واحد بقى والتزيين بتاعه اللي يحبه بقى. ممكن تخلوها كلها دوناتس زي ما تحبوا يعني. بس كده. انا ثبت بقى من تحت، بلمها كده من تحت باللزق بالشكل ده. جبت بقى اللي هو الورق التاني وتنيته كده بالشكل ده، وبدأت ان انا احط عليه الدونات. وكمان جبت اللي هو الفرخ التاني، تنيته نفس الموضوع برضو وحطيته كده بالشكل ده. يعني بقى عندي فرخين زي ما شايفين كده، يعني واحد الناحية دي وواحد الناحية دي، والدوناتس بقى في النص. فاهميني؟ هتشوفوها دلوقتي هتبقى واضحة دلوقتي معاكم. بس كده. ببتدي بقى الم كل الورق ده كده في الاخر باستك بلزق برباط. يعني المهم ان انا المه كده من تحت. كده كده الموضوع ده مش هيبقى باين لان احنا لسه هنعمل عليه اللي هو الستان، يعني هنعمل عليه فيونكات ستان. اهي كده بقت واضحة معانا اكتر. سهلة جدا يعني. جبت بقى شرايط الستان وعملتها فيونكات كده من تحت بالشكل ده. انا قصيت 3 شرايط ستان مقاس واحد، وعملتها ربطتها كده على شكل فيونكة، وبدأت ان انا افتح يعني هي الفيونكات عن بعض. يعني هتشوفوها دلوقتي تحسوا ان هي 3 فيونكات مع بعض. فاهميني؟ فمدية بقى شكل احلى يعني عن ما كنت عاملها فيونكاية واحدة بس. فاهميني؟ يعني الشكل دلوقتي هيبقى اوضح.
بس بظبط كده الفيونكات بتاعتي بالشكل ده. بالمقص بقى ببتدي اشيل الاطراف بتاعت شريط الستان واخليها على شكل مثلث. فكرة بسيطة وسهلة، ودايما بنقدم الدوناتس في العلبة، فخلونا نغير الفكرة ونقدمها في شكل بوكيه، يعني شكل حلو جدا ومختلف. مش لازم دايما البوكيه يكون ورود او يكون شوكولاتة. فكرة الدوناتس فكرة حلوة جدا، وخصوصا كمان للناس اللي بتحب الدوناتس فاكيد هيحبوها جدا. اخر حاجة جبت شريط من اللولي وثبته فيها كده بالشكل ده. وده بيكون الشكل النهائي للبوكيه بتاع الدوناتس. بوكيه شكله حلو جدا، كمان طعمه لذيذ. اتمنى ان انتوا تجربوها وتهدوا بيها حبايبكم، اكيد هيحبوها جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الفكرة كمان تكون عجبتكم. اللي لسه مشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ما تنسوش تعملوا لايك للبوكيه القمر ده، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم ومع السلامة.